الكون حوالينا مليان بحاجات ما نعرفهاش، ولحد دلوقتي احنا البشر كل يوم بنكتشف جديد عن نفسنا وعن كل ما هو حوالينا، سواء بشر زينا او حيوانات او حتى النباتات. بس اللي انا هحكيهولك دلوقتي اعتقد انك اول مرة تسمعه. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كريبتو. لو الظروف هتسخف اقعد سقف، كلمة قالها رامي جمال معناها ان مهما كانت ظروفك سخيفة اضحك وفرفش نفسك. نفس الكلمتين بينطبقوا علينا، ومش علينا وبس لكن على الماعز. دراسة اتعملت سنة 2018 قالت ان الماعز مش بس بتعرف تقرا تعابير وشوش البشر، لكن كمان بتميل اكتر للبشر اللي ملامحهم سعيدة، وكمان بتتفاعل معاهم اكتر من البشر التعساء. في جامعة كوين ماري في لندن اتعملت دراسة من مجموعة من العلماء على 20 فرد من الماعز، وعرض عليهم مجموعة وشوش في منها اللي بيضحك ومبسوط والنص التاني بيعيط أو زعلان، ولقوا إن أدمغة الماعز النص الأيمن بتتفاعل مع الأوجه السعيدة، والنص التاني من دماغها بتعالج المشاعر دي وبتأثر فيها. يعني لو شفت معزة في الشارع اضحك لها وما تكشرش في وشها. تخيل لو ماشي في الشارع ولقيت حوت معدي من جنبك وبيرمي السلام، يا ترى موقفك هيكون وقتها ايه؟ الحوت هو كائن من فصيلة الثدييات البحرية، يعني كائن بيولد لكنه بيعيش في البحر، زي مثلا خنزير البحر او الدلافين. وفي نظرية بتقول ان الحيتان اللي موجودة دلوقتي ما هي الا تطوير عن كائن منقرض عاش من آلاف السنين. باكيسيتوس هو كائن كان بيعيش من حوالي 52 مليون سنة، ويعتبر اول حوت بدائي معروف علميا لحد دلوقتي. وزي ما انت شايف في الصور اللي قدامك انه كان بيمتلك ارجل، وكان بيقدر يعيش على البر، وكمان كان يقدر يعيش تحت المية زي الحيتان اللي موجودة دلوقتي. والكائن ده كان بيعيش على الاسماك والحيوانات البرية الصغيرة، واتوجدت ليه حفرية في باكستان، ويقال انها بتعود العصر الايوسيني، وده كان من 34 ل 56 مليون سنة فاتوا. وعموما النظرية دي ما زالت محل جدال لحد دلوقتي. الكلب حيوان وافي وكلنا نتفق في ده، وقليل لما تلاقي حد يختلف معاك فيه. بس ايه رأيك لما اقولك ان الفيل كمان وافي ومخلص جدا للي حواليه؟ الفيل هو حيوان ثدي من فصيلة الفيليات، وفي منه انواع زي الفيل الاسيوي والفيل الافريقي، وهو حيوان بيعيش على الاعشاب، وبيعيش في مناطق حشائش السافانا والغابات والصحاري والمستنقعات، وبيحب كمان انه يعيش جنب المية. الفيل عنده حاسة شم قوية وذاكرة حديدية، وبجانب كل ده الافيال مخلوقات عاطفية جدا وحساسة للغاية، ولما بيموت حد منهم بيغطوه بالتراب او الاعشاب، ولو انسان عايش معاهم ومربيهم ومات بيتأثروا جدا بوفاته وبيحزنوا عليه. لورانس أنتوني هو كاتب جنوب افريقي ومهتم بالحيوانات بشكل كبير، حكى انه مجموعة من الافيال كان عايش معاها اصيبت بصدمة نفسية قوية لما اتاخد من وسطهم مجموعة من الافيال عشان تتحط في حدائق الحيوان، وفضل معاهم لفترة عشان بس يهديهم ويهون عليهم. وده ان دل على شيء فهو بيدل على اننا ما نستهونش بشعور الاخرين حتى لو كانوا افيال. كلنا كبشر بنميل للقعدة الحلوة مع زمايلنا على القهوة، نتلم كلنا ونروح البلاي ستيشن ونزوغ من المذاكرة. بس لو كنا ابقار هل حالنا كان هيبقى كده؟ احب اقولك ان الابقار حيوانات بتميل جدا لتكوين الصداقات، ومش بس كده، البقرة بترتاح للبقرة صاحبتها اكتر من البقرة الغريبة عنها. دراسة اتعملت سنة 2019 على مجموعة من البقر، والدراسة كانت عبارة عن وضع مجموعة من الابقار مع بعضها لفترة عشان بس ياخدوا على بعض، وبعد شوية سحبوا الابقار دي وحطوها مع ابقار تانية، واكتشفوا ان لما الابقار دي كانت في وسط ابقار تعرفها كان معدل ضربات القلب معتدل شوية، عكس اللي حصل لما اتحطوا في وسط ابقار غريبة. والدراسات اثبتت ان الابقار كائنات اجتماعية للغاية، وبتميل دايما لتكوين علاقات مع زمايلها الابقار التانيين. يعني بالبلدي كده البقرة بتحب اللت والعجن. مين فينا مش بيحب القطط؟ مين فينا ما عملش ميمز عليها وعمل لها صور تضحك؟ طب ايه رأيك ان القطة دي كائن عنده حاجات مش عندك، وانها اكبر بكتير من انك تربطها بفيونكة وتسميها بقلوظة؟ القطط هي كائن ثدي اكل اللحوم، وهو الحيوان الوحيد المستأنس من فصيلة السنوريات. القطط بتنونم عشان تتواصل مع اصحابها، وعندها قدرة انها تنط نطة تقدر توصل بيها ل6 اضعاف طولها الحقيقي. ومناخير القطط مميزة زي بصمة الانسان كده. وحاجة يمكن انت ما تعرفهاش، ان القطط لما بتلعبها كده بيطلع صوت منها اسمه خرخرة القطط، وده هتلاحظه خصوصا لو بتربي قطة تلاقيها كده قاعدة بتكركر في ايدك. بتصدر القطط
فراشات صوت خرخرة بيوصل تردد اهتزازها ما بين 20 ل 140 هرتز، وبيعتبر صوت الخرخرة دي أحد أكثر الأصوات راحة في العالم. والدراسات أظهرت إن الترددات في نطاق من 18 ل 35 هرتز ليها تأثير إيجابي على حركة المفاصل بعد إصابتها عند الإنسان. وبدأ العلماء في دراسة إزاي إن خرخرة القطط دي ممكن تساعد البشر في العلاج. يعني لما تشوف قطوطة ماشية في الشارع معلش احترمها شوية واديلها سندوتش الكبدة اللي في إيدك. كتير بنشوف آباء للأسف بيكونوا قاسيين على أولادهم وممكن يهملوهم لشهور وسنين، بس في عالم الحيوان الوضع مختلف حبتين. لو قلتلك ان الذئب هو من احن الحيوانات على اولاده ما تستغربش، الذئب من اكتر الكائنات الحية اللي بتهتم باولادها وبتربيها لحد ما تكبر. والذئاب الصغيرة بتتربى وسط قطيع الذئاب من ولادتهم لحد ما يكبروا ويقدروا يصطادوا فرائسهم بنفسهم. ومش كده وبس، امهات الافراد التانية من نفس القطيع بتساعد امهات الذئاب التانية في تربية اولادها. يعني صغير الذئب بيلاقي الحنية من كل افراد عيلته ومحدش بيتخلى عنه نهائيا. ولحد هنا تخلص حلقتنا. ما تنساش تسيب لنا رأيك في الحلقة وقول لنا حابب نتكلم في ايه في الحلقة الجاية، وما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واشوفك في الحلقة الجاية.